الطفل حنين يلي تبلغ من العمر 5 سنين، وصديق العائلة المقرب يلي استدرج على بيته بكيس شيبس وخطفه وحاول انه يعتدي عليها، الا انه بالرغم من صغر سنه قاومت ومانعت، فما كان منه الا انه يخنقه وينهي حياته. وبعد ما عمل هذا الشيء اغتصبه وبوحشية كمان، وبعد ما خلص حطه بشوال ودفنه تحت الأرض لبعد 13 يوم، حتى عرفوا بالقصة وعرفوا انه هو يلي ارتكب هاي الجريمة. و13 يوم هو عم بدور معهم على الطفلة يلي عمرها 5 سنين. وهاي القصة صارت اليوم بكفر سعد بدمياط بمصر. والرسالة للأهالي ومهمة كتير، بنتمنى انكم تنتبهوا على اولادكم، لانه طفلك ما بصير ينزل على الشارع يلعب ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وانت ما تعرف وينه، بحجة انه هو عم يلعب مع الاولاد، بحجة انه هو مرتاح، هو مبسوط. ما بصير ابنك يغيب عن عيونك. لحظة بدك ابنك يرفه عن نفسه، فاسحبه من ايده واطلع معه وخليه قدام عيونك، لانه صديق العائلة طلع معه هذا الشيء، فما بالك من الغريب يلي مو عارف ايش بده يعمل. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يصبر قلب اهلها للبنت، والله ينتقم من المجرم يلي ارتكب هالجريمة هاي المقرفة.